بقول لحضراتكم مصر تاريخيا تاريخيا امام كل قصص وحكايات وروايات تحتاج وقت، لكن مش عايز احكي لحضراتكم بقى يعني احصائيات والكلام اللي حضراتكم مش بتحبوه ده. خلينا في المباراه الممتعه حتى الان. دي امبارح كلام كابتن علي محمد علي اثناء ماتش مباراه مصر وكوت ديفوار، وبقول لك انا عايز احكي لكم الاحصائيات بتاعه المواجهات اللي بين المنتخبين التاريخيين. بس عارف ان حضراتكم مش بتحبوا الحاجات دي، فمش هقدر ان انا اتكلم وخلينا في المباراه كده. كابتن علي محمد علي وصله كميه الانتقادات وكميه التريقه اللي احنا كنا بنعملها على السوشيال ميديا، كل حاجه كده وصلت له وشافها بعينه، عشان كده هو طلع قال الكلمتين دول وبطل يقول احصائيات المنتخبات. كابتن علي محمد علي قبل اي حاجه احنا طبعا اسفين لو كنا وصلنا لحضرتك معنى ان احنا مثلا بنتريق عليك او بنسف عليك او ان احنا مش حابين وجودك. لا خالص، حضرتك معلق كبير وليك تاريخ وشخصيه محترمه جدا، مشفناش منك اي حاجه وحشه طوال تاريخك. بس كل ما في الموضوع ان احنا مش ضد الاحصائيات، لا، اي معلق بيقول احصائيات داخل الماتش بالنسبه للمنتخب ده او بالنسبه للمنتخب ده بيقول التاريخ اللي داير بين الفرقتين داخل الملعب او بالنسبه لتاريخ اي لاعب. بس الكلام ده بيحصل لما يكون في مثلا عطله في المباراه، تاخد مثلا 5 دقايق من المباراه بتحكي فيها تفاصيل الاحصائيات دي، مش طول ال 90 دقيقه حضرتك عمال تتكلم في احصائيات. مش طول ال 90 دقيقه، لا، طالما في ماتش شغال، في هجمه رايحه وهجمه جايه، انت بتركز على الماتش. اما لما الماتش يحصل فيه عطل او في حاجه حصلت او ضرب في الماتش او في وقت ان حضرتك تتكلم او الماتش هادي ما فيهوش ريتم ولا فيه نشاط ولا الكلام ده كده، حضرتك احكي. بس طول ما انت في بطوله مهمه زي كده وهجمه رايحه وهجمه جايه، مش هينفع انت تقول احصائيات، لان المشجع اللي قاعد هيمل. مع احترام لحضرتك ومع احترام لتاريخ حضرتك، مره تانية احنا اسفين لو كنا حاولنا او حضرتك كنت فهمت ان احنا بنتريق عليك.